ماذا بعد لا قدر الله سقوط بابنوسة؟ بيحصل شنو؟ لو سقطت بابنوسة بيحصل شنو؟ الليلة صبيان العالم بروجوا لك، يقول لك البلابس المفروض يغيروا موقفهم، البلابس ما عارفون، ديل اللي كانوا بيدوك عدد المسيرات قالوا انتوا ما تخلوا الناس اللي في بابنوسة ديل استسلموا. كلام جميل. هو غرر المقاتلين في بابنوسة عندنا هنا؟ دار نزل الجيش، لو لا قدر الله سقطت بابنوسة بيحصل شنو؟ عسكريا بيحصل شنو؟ اول حاجة تفهمي، لا قدر الله حصلت حاجة لبابنوسة، لن تسقط بابنوسة في غرب كردفان، ستسقط بابنوسة في مكتب البرهان في بورسودان، ستسقط بابنوسة في القيادة العامة في الخرطوم، سيسقط السودان. بابنوسة ما حتتحول لعملية عسكرية، بابنوسة حتتحول لاستثمار سياسي. ركزي معي، هو دخلوا لنا بموضوع الهدنة ده حسي كيف؟ بعد سقوط الفاجر يبقى الدعم السريع والذين يقفون خلفه ترجموا عسكريا سقوط الفاجر إلى عمل سياسي. هي سقطت عسكريا، قوة دخلت احتلت الفاجر، جيشنا انسحب تكتيكا، دخل طيران أجنبي ضرب، ولمدة أسبوع كان بيضرب وضرب بارة. ده عملية عسكرية اترجمت لشغل سياسي. طوال ظهر بوليس مبعوث ترامب الرئيس الأمريكي، ظهرت الرباعية، البرهان يفاوض، هدنة ما هدنة، هناك هدنة، اترجمت. العملية بتاعت بابنوسة دي حتترجم نفس الحكاية، شغل سياسي خارجي أبدا داخلي. بابنوسة دي مرتبطة بالبرهان مباشرة، أنا بوريه الكلام، أنا بكلمه عديل. البرهان بابنوسة دي أنت بابنوسة بالمناسبة، أنت بابنوسة ذاتها. شكت بابنوسة بتشكي أنت، ضعفت بابنوسة حتضعف أنت، محاصرة بابنوسة أنت ذاتك معناها محاصر. أنت بتتنفس بابنوسة، بتتحرك بابنوسة، بتتكلم بابنوسة. أنا كلمتك الصباح قلت لك هي دي الاختبار الحقيقي والمعركة المفصلية ليك أنت، ما لينا إحنا قاعدين يا برهان، لا علينا ضغوط لا بتاع، احنا ده نحرر البلد دي، لا بنساوم ولا دخلت معانا هدنه، ولا بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه حنمشي نرجعها، ما في اثنين ثلاثه. انت بابنوسه، انت ذاتك موقفك شنو قدام الشعب السوداني اذا سقطت بابنوسه؟ هتقول لي يا اخي ما زي الموقف بتاع مدني سقطت، وجبلولية سقطت، والجيلي سقطت، وانسحبنا من اليرموك، وانسحبنا كلها في توقيت واحد، وسنار والسنجة والسوكي والدندر، وداخلين على الفا والقضارف، صح؟ لا بتفرق يا سعادتك، بتفرق. هي الخرطوم ذاتها ما سقطت، احنا سألناك، الناس كان عندها ثقة وإيمان في الله عز وجل وفي القوات المسلحة انه حنستردها. انت يا برهان الان ماشي فيك خطين، خط سياسي وخط عسكري. الخط السياسي تكتيف الحكومة المدنية، مكتفين الدين وقاعدين. كيف تسقط الأنظمة؟ لو جاء المؤتمر الوطني البشير يحاسب النظام بتاعه، حيحاسب منه؟ أول مؤسسة حيحاسبها منه؟ جهاز الأمن كان مكتف يدينه. احنا السوار ديل ما دخلنا بيت البشير 6 صباح يوم 6/4 ما دخلنا بيت البشير، وجهاز الامن كان بيجي ماشي في الشارع بيصفر للناس، وكان عندهم غرف الكترونيه، وكان عندهم لجان، وكانوا مسيطرين على الميديا. لما بدا الحراك في 2018 الجهاز الامني كان بيكشف، والناس بنعمل موقف في بحري وميدان عقرب وبندعو له. انا ذاتي قاعد ادعي للحاجه دي، والله انا سيد الفكره بتاعت العصيان المدني بالمناسبه، انا بتاع العصيان المدني ذات، وهي 2016 ذاك 3 يوم انا ذاتي في بحري كان بيجيب كبوا المويه. المؤسسات اللي بتحمي النظام، انا طبعا البرهان جايب لك الكلام ده بقرايه وقلم ورقه وقلم. انت حاسب المؤامره ده ما في 2 3، واحساسك في المؤامره ده ما لانه حاسب بخذلان العدو، وانه اللي حولك هم الواثق فيهم هم بيقوا اعدائك. انت ما ده ما شعورك، انت شعورك انه انت حاسس انه انت بعيد مننا. ايوه انت بعيد، قاعد تبعد براك، انت بتعيد براك. لكن فهم شغالين سياسيا وشغالين عسكريا. الان الشغل اللي حصل في الفاجر ده تواطؤ بتاع دول
عسكريا عشان تسقط انت. الشغل الثاني عسكريا بابانوسه، انك انت الجيش ما يتحرك يمشي بابانوسه دي اللي حتسقطك بالمناسبه، ما لانه ما عندها اجابه. عسكريا انا حاجه افرتقها معاك حسي، لكن داير اقول لك سياسيا ده الخطر. وين الحكومه حقتك؟ الحكومه بتاعتك وين؟ وين كامل ادريس؟ وين الوزراء؟ وين جهاز الامن والمخابرات؟ وين الانظمه دي؟ ما هو ده هنا مكتوبه، انا ما جبته من راسي يا هدى، دي حاجه مكتوبه موجوده. اطلع واحده تقول للبرهان علني، اطلع يا برهان كلم الناس عملت شنو في مصر علني، ولا يقدر يسالها ولا يقدر. بعد ايام كده نسمع انه مدير مكتب رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه لواء فتح بلاغ في صحفيه. وين البلاغ؟ ظهر صحفي تاني قال لك اختفاء الصحفيه في ظروف غامضه، نطالب السلطات بالافراج عنها. ظهر التاني بيتواصل في كتابته، ولا محكمه وخرجت بالضمان العدل. بتتكلم في الرئيس، بيتكلموا كده وهم بيتونسوا ويقول لك عمك سافر وقام بالليل ظلام. احنا ما عندنا عيون في بورسودان، بيكتبوا كده في التعليقات. ولا يستطيع البرهان يسألها ولا يقدر. ده ما هنا النظام انهار، انتهى. انت قاعد صورة بالمناسبة. تفتكر السيناريو حيكون شنو؟ ماذا بعد بابانوسة يا برهان؟ انا ما بزعل الشعب السوداني ولا القوات المسلحة، انا بتكلم معاك انت. ده انت دي مؤشرات خطيرة. الحكومة المدنية والأجهزة الأمنية مكتفة يدينا جمع وتحليل المعلومات. لما واحدة تطلع تقول في واحد حيطلع يقول بيان من الأربعة الكبار وإحنا مع الغادة كله، إحنا ما مع الغادة كلهم ولا حاجة، إحنا مع البرهان ده ولا بالعربي؟ مع عربي واضح يا حجة ولا شنو؟ الجيش ده إحنا مع الجيش كله ومع القيادة كلها، لكن بنعرف القائد واحد هو البرهان ده، وما عندنا له بديل. ولو نجيبه ذكاء صناعي ما حنغيره. حتى لو ذكاء صناعي البرهان ده يقعد يحكم كده ذكاء صناعي زي حميد كده، والله العظيم روبوت عديل نجيبه ما عندنا مشكله. صوره زي يقعد ما في بديل له. ما تخط في راسك الحاجه دي. هي تيجي تقول الاجهزه المعلوماتيه الاستخباراتيه جمعت الموضوع ده، ولا كانك قاعد يعني دور شنو. ما بنقدر طبعا احنا لو فتحنا بلاغ والموضوع ده مش بتيجي تليفونات من فوق افوق من البرهان ده. في ثواني فوق له ثاني يعني اكبر منه، في منه في البرهان ده اكبر منه. نفتح فيها بلاغ والله يا اخي ما معروف تجي يا اخي عديل. انت مستسلم معناها. المهادنه دي يا برهان ثمنها حتدفعه انت براك، ما احنا ما معك. الشعب السوداني ده قاعد واعتقد في نميري واعتقد في عبود واعتقد في البشير، والسودانيين بيغنوا ضيعناك وضيعنا معاك، لكن قاعدين بتمشي الانظمه بيمشوا الرؤساء. انت الحادي انت الان بتطبق قدامك. زمان انت عندك سياسه انك بتلملم القرار كله في وقت واحد وبتركبهم، دي نقطه ضعفك لانه سلاحك واحد. انت حسي ما قادر تلمهم، يتلملموا عليك. ده خطأ. انت الثغرات فتحتها، فاتح بورسودان دي زي تعالوا وترسل رسائل للعالم برا انه احنا حضن الوطن فاتح والداري يقعد مع الناس يقعد. يا اخي جوازات ما قدرت تسحبها. هسي ده تسريب صحفي برضه كاتبين انه في واحد كاتبه انه واحد من ابناء الجبال توسط لاستخراج جواز مريم الصادق، واحنا ما شفنا رباح الصادق قاعده في بيتها. ما هو انت ما بتجيب الرسائل دي بترسلها للعالم انك انت ما ديكتاتوري. احنا دايرينك ديكتاتوري ما لحمايه الارواح وحقوق الناس. انت ما بتاسس الان لنظام بديل تديهم فرصه يتلملموا جوا السودان. هسه دوب قالوا مريم الصادق قالوا طلعوا لها جواز، ما تسحب جوازها وجنسيتها. طيب احنا لو سحبنا جوازها وجنسيتها ما بنقدر نحاكمها. ما قدرنا نحاكمها هسه، احنا ما قدرنا نحاكمها. امبارح نزل لك تسريب يا برهان على الدين نقد، نزل في مطار اثيوبيا مصور. تخيل شايل جواز شنو يا حجه؟ ده الناطق الرسمي باسم حكومه تاسيس، وزير صحه التاسيس القاعد كان في الفاجر، امبارح مشى اثيوبيا بالجواز السوداني. نعم حقيقه. نعم. تحيه للسيد وزير الخارجيه، تحيه للنائب العام، تحيه تحيه للبرهان ذاته، تحيه سيدي ومن ينوب عنه في الحياه.
فانت لما ما تاخذ لا احنا هو على الدين النقد ده ما كان في يدكم انتوا كاجهزه استخباراتيه ولا فكيتوه كده يطلع. هو ده احنا بندفع في اخطائكم. هي دي ما اخطاء، ده اسمه تواطؤ، راسه عديل. ده ما غلط في على الدين نقد، في عمر الدقير، في شوقي عبد العظيم، في قيادات. ده ما خطا. وبعد ده كله السودان مفتوح، حضن مفتوح. السودان لبسون كاكينه بتدور رتب القوات المسلحه. ده تواطؤ، نتيجته حتدفعها انت. انا بوريك حسي دي الاجهزه الامنيه دورها شنو. ده مكتوب كده في كتاب الاجهزه الامنيه لحمايه النظام. حللت لك الكلام بتاع رباح الصادق ولا ما حللته؟ حلت لك الكلام بتاع الصحفيات دول ورفعت لك التقرير عشان تتخذ الاجراءات. ده مكتوب هنا، ده كده ده من ويكيبيديا. ده كتاب الامن في العالم بوريك انه دور الجهاز شنو الاستخبارات. رفعوا لك التقرير ولا ما رفعوا؟ ما اتخذت قرار ليه؟ يا اما انك انت ما ترفع عليك التقرير وما قدرت تتخذ قرار لانك متواطئ او عارف حاجه، يا اما الاجهزه الامنيه ما قامت بدورها قدرت تسقطك. واحد في الاثنين. مدير المخابرات حقك مفضل احنا لقيناه في صفحه الصحفيه دي قبليها ب3 منشورات قالت لك امرق وري الناس بتعمل في شنو علني. قالت لك في واحد من ال4 حيقول بيان قدامه كاميرا واحده علني. كشفت الاجتماع بتاعك بتاع اللي تسرب تسرب لقناه الحدث. بعديها بيومين بتشكر في مدير المخابرات حقك مفضل، قالت شكرا لاستجابته لنا، حل لنا مشكله الطالبه. مفضل قاعد بدل يحمي نظامك قاعد يحلحل في مشاكل بتاع الطلبه. وهو ما في دفعه 23 وفي دفعه 24 في مشكله بتاع التصحيح، مفضل بيحلها حسي ولا هي ضربت له وين؟ لاقته وين؟ هي لاقته وين؟ انت بتتلاعب بمنو؟ انت قايل انت ما بتتلاعب بالجيش يا برهان ولا بالسودان، انت بتتلاعب بروحك. بالمناسبه بتتلاعب بروحك في نفس الصفحه ولا تستطيع انك تسالها. الصحفيه دي قاعده وين يا برهان؟ عارفها؟ انت عارفها قاعده وين؟